هلو حبايبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. جاي النهارده احكي لكم على موضوع جدا 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 مهم بالنسبه لي. وطبعا انتوا عارفين ان اي حاجه انا بقول لكم عليها لازم اكون جربتها الاول لما اجي اتكلم عنها معاكم. فالحاجه اللي انا هتكلم عليها النهارده هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وانا بنفسي جربتها لمده شهر. والحاجه دي عجبتني، عشان كده انا طلعت وبكل امانه هحكي لكم عنها بمنتهى التفاصيل وبمنتهى الهدوء، وعشان تفهموا وتعرفوا كل حاجة أنا عايزة أقولها لكم توصل لكم إن شاء الله. أنا صراحة بسميه المشروب الأخضر السحري. ليه هو أخضر وسحري؟ علشان هو من المشاريب اللي وانتي مجرد ما انتي بتشربيه وبيحمي من الشيخوخة، بيحمي من التجاعيد بتاعة البشرة، بيوحد اللون بتاع البشرة، بيخلّي لِك البشرة المختلطة أو اللي هي فيها حبوب وبثور، بتبتدي إن هي البشرة خلاص بتبتدي إن هي تروق وتهدى وتبقى حلوة. بيروّح الروايح، روايح العرق وروايح الكريهة اللي في الجسم أو ريحة الفم. بيحمي جدًا، جدًا، جدًا من التعرُّض للسرطانات المختلفة. بيحسّن نسبة الدم في الجسم طبعًا لإن هو جدًا، جدًا، جدًا قوي. بيحميكِ من الأنيميا وكمان بينزّل من الوزن. هنتكلم النهارده على حاجة مهمة جدًا وهو الكلوروفيل. الكلوروفيل من المشاريب المهمة جدًا، 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 واتكلموا عليها كتير الفترة اللي فاتت. عشان كده أنا حبيت النهارده إن أنا أطلع وأتكلم معاكم عنها ونحكي عنها ونقول إيه الموضوع بالضبط. خلينا نتكلم عن التفاصيل بعد الفاصل. You know how we do. Se acabó. إيه هو الكلوروفيل؟ الكلوروفيل عبارة عن دم النباتات. أنا مش بابالغ، بس أنا باتكلم بجد. فعلًا هو المادة الخام اللي بتبقى في النباتات، بتطلع باللون الأخضر الجميل الفريش المفعم بالحيوية دي. طيب إحنا إيه الموضوع؟ إحنا سرقنا أوكي. المادة دي الكلوروفيل هي المادة الخام أو اسمه بالعربي الخضير، اللي هو بيخدر النباتات عشان يخليها إن هي لونها تبقى فريش وتبقى حلوة كده. هنشبه المادة بتاعت الكلوروفيل بإنها زي المواد اللي موجودة في جسم الإنسان، اللي هي زي إيه بالظبط؟ زي لما بيكون جسم الإنسان فيه نقص دم أو عنده مثلًا فقر دم، فإحنا بنقول مادة الهيموجلوبين. مادة الهيموجلوبين دي هي نفس الشيء بالضبط موجودة في الكلوروفيل، المادة اللي هي الخضير أو الكلوروفيل. أوكي. عشان كده إحنا لمّا بنستخدم المشروب ده بيفرق معانا جدًا. أولًا بيحفّز نسبة الأكسجين اللي موجودة في الدم، فبيخلّي الناس اللي عندها خمول، عندها بسبب الهيموجلوبين إن هم عندهم نقص في الدم، فبمجرد ما هم بيستخدموها أو بيشربوه لمدة معيّنة، بيحسّوا إن في انتعاشة، بيبقى عندهم نقص أكسجين already. فهُم لمّا بياخدوا المادة دي أو بياخدوا المشروب ده، بيحسّوا إن خلاص إن هم أخدوا كإنها جرعة أكسجين أخدوها. كمان بيحسّن من البشرة، ودي أهم حاجة بالنسبة لي، أنا باحبها جدًا. أوكي، بيحسّن إزاي من البشرة؟ أنتِ لمّا بتشربيه هو بيعمل لِك زي تنضيف للمعدة وتنضيف للقولون وتنضيف، كإنِّك بتعملي غسيل معدة بالضبط. فغسيل المعدة البشرة، الحاجات اللي بتطلع في البشرة أو البثور أو الحبوب بتطلع من إيه؟ بتطلع من المعدة، عشان المعدة مثلًا بتبقى مضطربة، بتبقى تعبانة، فده بيظهر على الوش. فلمّا بيظهر على الوش أنتِ لمّا بتعملي غسيل المعدة بيبقى خلاص بشرتِك إن هي فيها نقاء، فيها صفاء. ليه؟ لإن already هي اشتغلت في مادة الميلامين كمان، بتشتغل على مادة الميلامين في الجسم، فبتخلّي لِك البشرة بتبقى فيها إشراقة، فيها نضارة. بصراحة الكلوروفيل أنا استخدمته وحسّيت بفرق شاسع. عن الكلوروفيل إن كمان بينزّلِك من الوزن. ليه؟ لإن أنتِ لمّا بتشربي الكلوروفيل بتحسّي بالشبع. هاورّيه لكم هو شكله إزاي. هو شكله زي كده. أوكي، هو الliquid كلوروفيل في مصر على ما أعتقد إن هو فيه نفس الbrand بالضبط، هو تقريبًا ممكن يعمل 350 أو 400 جنيه. هنا في الإمارات تقريبًا بيعمل
حدود ال65 أو 95 درهم. هي 473 مللي. إن بيكفي معاكي فترة طويلة جدًا، لإن أنتِ كل اللي بتعمليه إن أنتِ بتاخدي معلقة صغيرة فقط على كوباية مَيّة، شايفين الكمية دي كلها بتقعد معاكم شهور وشهور. ودلوقتي خلّيني أشرب الكلوروفيل معاكم وأنا باتكلم. أنا باحط زي ما قُلت لكم إن هي معلقة نُص معلقة أو ربع معلقة على كوباية مَيّة كاملة. أحيانًا باحط عليهم ليمون، أحيانًا لأ، بس هو ريحته ريحة النعناع، فريحته جدًا ممتازة. واهم حاجه كمان في الكلوروفيل ان هو بينقي الكبد، بينظف الكبد، بينظف السموم اللي موجوده في الكبد. في ماده طبعا الكلوروفيل بما انه مهم جدا هو مليان مغنيسيوم زيه زي المغنيسيوم، بس الفكره ان هو بيعمل حاجات تانية كتير مختلفه عن الحبوب بتاعه المغنيسيوم. فاهم حاجه في الكلوروفيل هو طبعا زي ما انا وريتكم ان في منه الليكويد اللي انا بستخدمه، في منه كمان زي الباودر بتحطيه على المية كمان، وفي منه كمان نوعية تالتة اللي هي الحبوب. بس أنا فضلت النوعية دي كأنه عصير بشربه وأنا قاعدة، بيبقى حلو جدا. وصراحة أنا مبسوطة فيه لأنه طعمه مش وحش، وكمان بيروح الروايح الكريهة كاملة من الجسم من بعد ما بتشربيه. ليه؟ لأن هو ريحته نعناع وخلاصة الخضروات. لما انت بتشربيه أو بتستخدميه بتحسي ان بشرتك كلها بقت فيها الريحه بتاعته، فهو ريحته جدا حلوه وعطره وطبيعيه. تحسي ان ريحه الفم عندك بتتغير لو مثلا باي سبب هرموني او اي سبب او اي اكل اكلتيه، تحسي ان ريحه الفم مختلفه. فهو بيخلي ريحه الفم ممتازه، ريحه العرق تروح جدا من جسمك، فكمان دي حاجه ممتازه جدا. وكمان في ناس استخدموه، انا شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب، في ناس استخدموه تخيلوا ان بطلوا يستخدموا ديودرنت. فتخيلوا مع الاستخدام كمان انتي بتبطلي تستخدمي مزيل عرق. يعني وات ايفر انتي حطيتي مزيل عرق ولا لا النهارده، خلاص بتنسي الموضوع ده. ما بتبقيش شايله هم طول اليوم وانتي بره اذا كان حر اذا كان كذا اني هيبقى في مشكله في ريحه العرق. دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. وبتدي في ابحاث كمان اتكلموا عن نفس الموضوع وقالوا ان الكلوروفيل ان هي بتحمي من السموم، وان هي كمان بتحمي في الجسم. موجوده في ماده سامه اسمها الالفاتوكسيز، الماده دي بتبقى موجوده في الجسم، فطبعا الكلوروفيل هو بيقتل الماده دي. في ناس كتير بيبقى عندهم مشاكل في الكبد، والماده السامه دي طبعا هي بتروح على الكبد وعلى الامعاء والمعده وكل شيء. فلما انت بتروح الماده دي او الماده السامه دي من الجسم، فجسمك بيكون جدا نقي وجدا فريش. لان كمان الكلوروفيل بيعمل انتي اوكسيدنت مهمه جدا 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 في الجسم. اوكي. ولو انتوا بتعرفوني هتعرفوا ان انا كتير بنزل فيديوهات على تيك توك وهنا على اليوتيوب ان انا بتكلم عن العصاير اللي انا دايما بشربها او ان انا بعتمد عليها في الروتين بتاعي الاسبوع. دلوقتي لقيت ان الكلوروفيل عوضني عن كمية الفواكه او كمية الخضروات او العصاير اللي انا كنت متعودة دايما اعملها لموضوع الانتي اوكسيدنت بالذات. فهو كده فرق معايا. اوكي. انا قلت لكم كمان ان هو بينزل في الوزن، فبينزل الوزن ازاي؟ اوكي. الكلوروفيل لما بتحطي بس معلقه على كوبايه كامله وبتشربيها على الصبح اول ما بتصحي من النوم، هو بيعمل ايه؟ هو بينظف لك الجسم وبيخلي لك الجسم كانك بالظبط شربتي او اكلتي كيلو خضار. فتخيلي ان انت خدتي الاكسير بتاع الخضروات او الماده الخام بتاعه الخضروات ورحتي عملتي فيها ايه، رحتي فطرتي بيها الصبح او كلتيها، فبعد كده بتحسي بالشبع لمده طويله. وحتى لو انت كلتي برضو بتاكلي كميات صغيره لان هو اوريدي انف او مور ذان انف للجسم. فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه للكلوروفيل، ان بالشكل ده ان هو بينزل لك الاحتباسات الميه اللي في الجسم،
وكمان في نفس الوقت بيحسسك في الشبع، فما بيخليكيش ان انت تاكلي كتير. فدي حاجة مهمة جدا واحنا كلنا بندور عليها. طبعا الكلوروفيل من الحاجات المهمة فيه كمان اللي بيعملها ان هو بيزود العدد بتاع الكرات البيضاء في الجسم. اوكي، فلما بيزود وكمان الكرات الحمراء، فهو لما بيزود بس بطريقة معتدلة فبيخلي جسمك، في ناس كتير بتبقى عندها مثلا زي ما اتكلمنا في الاول وقلنا فقر الدم، فهو نفس الفكرة ان هو لما بيزود الكرات البيضاء والكرات الحمراء، انت لما بيكون حد عنده انيميا او عنده فقر دم فبيحس ان هو دايما كسلان، دايما تعبان، ما عندوش نشاط، ما عندوش باور. فلما بيستخدم الكلوروفيل لمدة معينة بيحس ان جسمه ابتدى يبقى فريش، ان هو الانتاج بتاع الكرات البيضاء والكرات الحمراء اشتغلت وبقت مظبوطة عنده، فبالتالي ما عندوش انيميا، بالتالي هيجيله نشاط وقوة وتركيز حلو جدا. فدي حاجة كمان بتفيد جدا الناس اللي هي جربت او مشيت في الموضوع ده. كمان في حاجة مهمة عايزة اتكلم عليها، في ناس لما بتاكل مثلا خضروات اذا كانت الطازجة او اللي هي المطبوخة، بعد ما بياكلوها او السلطات او كده بيحسوا ان معدتهم ان هي متنفخت، وبيحس ان هي بيجي لهم امساك. فالاهم حاجه في الموضوع ان الكلوروفيل حللكم الموضوع ده، ان انتم ممكن تاخدوها مجرد ان هي مشروب، فبالتالي ان هو الكلوروفيل بيبقى سلس على المعده وما بيعملش كل ده. وغير ان هو اذا كانت مثلا بيجي لكم دايما امساك، هو بيعالج الامعاء. في ناس ممكن تسأل وتقول مثلا احنا ناخده امتى الكلوروفيل؟ شوفي، هي في كذا طريقة. ممكن انت اول ما تصحي من النوم مثلا تاخدي كوباية منه تشربيها. ممكن كمان بتستخدميه في وسط الوجبات، يعني مع الاكل وانت بتاكلي ممكن تاخديه، بس انا بفضل ان انا باخده على الريق عشان هو بيبتدي يتحكم في معدتي وهي فاضية. اوكي، يتحكم بقى في معدتي اذا كانت في البشره، في الكبد، في كل حاجه، بيبقى مفيش اكل دخل. فبالنسبه لي انا بحب استخدمها او اشربه الصبح. حاجة مهمة جدا بالنسبة للناس الجديدة في الكلوروفيل، أحسن حاجة إن أنت تستخدمي بس نقطتين، اللي هو بالنسبة للليكويد اللي أنا بستخدمه، بس عايزاكي إن أنت تستخدمي بس في الأول أول جرعة تستخدمي نقطتين على كوباية مية، وبعدين بتزودي الجرعة مثلا 3 نقط لغاية لما توصلي لربع معلقة، وبعدين لغاية لما توصلي لنص معلقة الأسبوع التاني، والأسبوع اللي بعده توصلي لمعلقة صغيرة كاملة. اوكي، ليه؟ لان هو مش تقيل وهو خفيف وكل حاجة، بس مش كل الناس، ممكن 1% يكون عنده مشكلة مثلا في الخضروات او عنده مشكلة في كذا، فممكن يحصل له تحسس، ممكن وات ايفر. فاحنا خلينا برضو نخلينا في الامان، في جزء الامان، ونستخدمه بس شوية شوية لغاية لما نوصل لمعلقة كاملة بعد شهر. فطبعا هتلاقوا الفرق جدا جدا مختلف، وهتحبوا جدا ان انتوا تشربوه، خاصة زي ما قلت لكم في الصيف مش هتحتاجوا تروحوا تعملوا بوتوكس ولا تعملوا حاجة اندر ارم. اتمنى ان اكون وصلت لكم كل معلومة، وفعلا انا عملت على كل معلومة سيرش من قبل ما اشتريه، وبعد ما اشتريته حبيت ان انا استخدمه لمدة شهر، وبعد كده رجعت ان انا اتكلم معاكم في الموضوع. اتمنى ان تكونوا اتبسطتوا بالموضوع النهاردة وتكونوا فهمتوه. اي سؤال كمان تحبوا تسألوه سيبولي في الكومنتات وانا برد عليكم حالا حالا. وقبل ما تمشوا اهم حاجة اللايك والسبسكرايب للقناة والتعليق لو انتوا عايزين تسألوني على اي حاجة. بشكركم جدا وبحبكم جدا، واشوفكم في فيديو قريب جدا. بشكركم جدا لمشاهدة الفيديو، و see you soon guys. bye.